السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. طبق النهاردة هنعمل حمام محشي بالفريك. انا هنبتدي على طول، مش هطول معاكم عشان الفيديو طويل شوية. النهاردة بصوا، اول حاجة كده جبت بصلتين وسط في معلقتين سمنة، وهنبتدي نشوحهم لما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح قوي، ما يغمقوش. انا مش عايزة البصلة تغمق، وحاولي بقدر الامكان تكون النار هادية علشان ما تتلسعش معاكي لو بتستخدمي حاجه ستانلس زي اللي انا بستخدمها كده. نزلت بالبهارات بتاعتي، حطيت ورقتين لوري وبعدين فصين حبهان فتحتهم. في ناس بتحط الحبهان كده مقفول زي ما هو، بيبقى بيتهيألي ملوش اي لازمه. هو لازم يتفتح يا جماعه عشان هو الطعم والريحه في الحبوب اللي جوه منه. المهم، البصله خلاص خدت اول لون كده في الصفار. طبعا الفريك انا كنت من بالليل نقياه وغسلاه ونقعاه وصفيته كويس جدا، وحطيته بقى ايه مع حطيت الكبد والقنص بتاعت الحمام مع البصل في الاول ياخدوا تشويحه، وهبتدي بقى ايه ابهر. انا حطيت ملح وفلفل وزعتر، ما حطيتش حاجه تاني. طبعا اللي هي جوز الطيب. حضرتك اي نوع بهارات حضرتك حابه تضيفيه مفيش مشكله، اللي حضرتك حباه، بس انا بحب الطعم يكون قريب، بالذات في اللحوم اغلب الوقت تكون واخده الطعم الطبيعي بتاعها. ما بحبش ان انا احط بهارات كتير. يعني انا حطيت الملح والفلفل والزعتر وجوز الطيب وبس كده، وزودتها بقى شويه الميه دولت واغطيها علشان تاخد يعني ايه 3/4 تسويه، لان الحمام انا جايباه مش هياخد سوا معايا في النار، فيا دوبك اسيب فيه جزء كده يكمل سواه مع الحمام في الشوربه. حطيته وغطيته، هديت النار طبعا عليه، وسبته بقى ايه اخد كده تسويه، يعني 3/4 تسويه او نص تسويه. وهبتدي بقى ايه اسيبه كده يبرد، وعلى ما نجهز الحمام بتاعنا. انا طبعا الحمام غسلته ونضفته ونقعته في محلول النقع اللي احنا متعودين عليه، خل وملح وسكر وليمون، ويتنقع على الاقل 4 ساعات في الميه علشان يشيل كل الزفاره اللي موجوده في الحمام. انا بقى ايه هنا يعني خدت الحته اللي هي عند الزور دي بالجلده، ربطتها بفتله مع الزور علشان احشيها، والرز بتاعي ما يخرجش منها. عايزه اقول لكم انا لما حشيته بجد حرفيا ما فيش حبايه فريك. او لو حابه هتحشيه رز مفيش مشكله، اي نوع حشوه هتحبيها. لو هتحبه تحشيه رز هيبقى نفس طريقه الفريك اللي احنا عملناها، هي نفس طريقه الرز، ما فيهاش اي اختلاف. انا عملتها والرجلين من تحت دخلتها في الفتحه اللي هي في المؤخره، وخلاص على كده وقفلتها. ايه الكبد والقنص اللي ما قطعتهاش خليتها زي ما هي، وحطيتها كده لما حشيتها بالفريك حطيتها علشان تسدلي مكان الفتحه وما تخرجليش فريك خالص في قلب الميه. بجد كان حلو وجميل جدا وما خدش مني وقت خالص، طريقه حلوه. انا الاول كنت بربط الزور واخيط اللي هي المنطقه اللي من تحت دي بالابره والفتله، كانت بتاخد مني وقت كتير بصراحه. فانا عملتها بالطريقه ديت كده. بصوا مكتف الرجلين زي ما بنكتف الفراخ، حلوه قوي قوي وما خرجتليش فريك خالص. انا خلصت الكميه بتاعتي، وكنت طبعا حاطه حله على النار فيها بصل وورق لوري تغلي على النار، علشان بصوا ديت انا وانا بدخل رجليها اتقطعت مني الجلده اللي هي بتاعت المؤخره، فرحت رابطه الرجلين بفتله علشان تدي الشكل المضمون زي الحمام التاني، ما تبقاش رجليها مفتوحه. مهم بقى هنا هنجهز الحله بتاعتنا، يكون فيها ميه بتغلي على النار، فيها حبهان ومستكه وورق لوري وبصل. وتحطيها على النار لما الميه تغلي تبتدي تسقطي الحمام فيها، واظبطي كده بالظبط نص ساعه، وابتدي شوفي الحمام بتاعك. هتعرفي ان هو استوى ازاي لما تمسكي الجناح كده وترفعيه، لو لقيتيه اتقطم معاكي هو كده الحمام، عارفه ان هو استوى بقى تمام. لو لقيتي الجناح لسه جامد ما بيتقطمش معاكي بسهوله، يبقى لسه محتاج تسويه كمان، تسيبيه في قلب الشوربه يكمل سوا. طبعا هنحدق شوربتنا ملح وفلفل زي ما احنا متعودين. الخطوه دي بقى مهمه جدا، اول ما الحمام يستوي ما سيبوش في شوربته يا جماعه، يتشال من الشوربه على طول عشان ما يفتحش منك ويخرج لك الحشو كله. انا هنا دهنتها كاتشب. بصوا بقى الكاتشب في التحمير اللحوم عامه، فراخ او بط او حمام اي حاجه بيبقى ممتاز. دهنه خفيفه جدا من الكاتشب وتنزليها في الزيت، ما بتاخدش ثواني وبتكون محمره من كل الجهات، مفيش حته فيها مش محمره.
فرشة خفيفة جدا بالكاتشب، حلوة قوي قوي، وكمان بتديله طعم كده ونكهة تحفة. انا هنا عملت الكمية بتاعتي كلها وكان ممتاز بصراحة وكان زي الزبدة. اتمنى تجربوه ويعجبكم باذن الله. وصفة سهلة وخفيفة، والفيديو كمان سهل وخفيف جدا. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو علشان ما يبقاش طويل. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير وسعادة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير ويفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بألف هنا وشفا يا رب.